السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك على الفيديو ده عشان نستمر في سلسلة الفيديوهات. الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن اعدادات الجيم لوب. اللعبة مش شغالة عندك وبتقطع وبتهنج وبتزمر. تعال نوريك اعدادات الجيم لوب عندي عاملة ازاي واللعبة شغالة ازاي عندي. كمان انا مش عايز اقول لك ان انا بلعب طبيعي. تعال هنفتح الجيم لوب، اوريكم الاعدادات واوريكم انا عامل ايه عندي بالظبط. مش عارف جهازك قوي ولا ضعيف، انا اقول لك مواصفات جهازي وانت قارن. انا جهازي رامات 16، هارد اس اس دي، كارت الشاشة ار اكس 580 8 جيجا، المعالج رايزن 5 3600. المعالج ده 6 كور و12 ثريد، فالمعالج يعني مش قوي، هو متوسط والكارت متوسط برضه. فجهازي مش قوي، مش احسن حاجة. تمام. هنخش على السيتنج، هتفعل الاتنين دول. انا مفعلهم عشان اخد اعلى جودة لان انا بفتح ستريم، فانا عايز جودة التصوير تبقى حلوة عندي، فهتفعل الخانتين دول. تمام. يعني هتفعل زي ما انا مفعلهم كده بالظبط، اللي متفعلين دول. حلو. هتيجي على الخانة التانية اللي هي اعدادات المحرك بالعربي. في حاجة عندك اسمها اوبن جي ال، دي انا مفعل الاوبن جي ال. انا ما بلعبش على دايركت اكس ولا عاملها اوتو، انا بلعب على اوبن جي ال. وفاتح اول خيار وتاني خيار وتالت خيار زي ما انا فاتحهم كده افتحهم. انا شاشتي 60 هرتز فبلعب على 60 هرتز. لو انت شاشتك اعلى من 60 هرتز ما تفعلش الخيار ده اللي انا بشاور لك عليه بالماوس. لو انت شاشتك 144 او 90 او 165 ايا كان اعلى من 60 هرتز ما تفعلش الخيار ده. تمام. تمام. هتنزل تحت، كل حاجة زي ما هي، كل حاجة زي ما هي. هتسيب دي على اوف عادي ودي على اوتوماتيك اللي هي الميموري، والبروسيسور خليها اوتوماتيك. اللي يقول لك احطها على 8 على 4 الكلام ده كله لا، فكك فاكس. انت خليها اوتو، خلي الجيم لوب ياخد زي ما هو عايز. انت ما تدلوش، ما تقولوش خد 4 لا. يعني انت مثلا المعالج بتاعك، طيب انت عايز لو انت عايز تعرف المعالج بتاعك كام نواه والكلام ده كله عادي تقدر تعرفها. هتجيب اللهم صل على النبي، هتنزل على مدير المهام. صح، مدير المهام اللي هو ده. اللهم صل على النبي، كانت فين؟ هنا اهي. تقدر تعرف كارت المعالج بتاعك كام كور. 6 كور انا عندي اهو و12 ثريد، تقدر تعرفه من هنا. هتفتح اللي هو زي ما انا فتحته لك كده بالظبط. هتلاقي ان عندك الرامات كمان اهوت، عندي الرامات 16. الرامات بتاعي 16. السرعة بتاعت الرامات 3200. تمام. المهم هتعملها زي كده بالظبط، وحاطط الدي بي اي على 320. تقدر تقللها عادي، يعني انا مش شايف ان هي بتختلف كتير لان انا جربتهم كلهم، حتى حطيت على 480 ما لقيتش فرق جامد. فانت براحتك. دي حاجة. تمام. تاني حاجة، انا سايب ديت زي ما هي، ما بلعبش فيها. تمام. تتأكد ان انت لو شاشتك 60 هرتز تحطها على ايه؟ على الستين او الديفولت. تمام. فالافضل خليها على 60، ما تخليهاش ديفولت، خليها 60 وحطها اتش دي ار عادي. تمام. او لو سبتها ديفولت عادي هياخد زي ما الشاشة هتجيب معاك بس، وهتسيب الموضوع على كده. حلو. حلو. حاجة كمان لازم تعملها، هتيجي هنا على اعدادات العرض، هتنزل تحت خالص على حاجة اسمها اعدادات الرسومات بالعربي. لو انت عندك الجهاز انجليزي هتنزل على اخر خيار خالص في اعدادات العرض اسمه اعدادات الرسومات، هتدوس عليه. هتجيب الجيم لوب هنا. طيب هتجيب الجيم لوب انهي واحد. هتدوس على كلمة استعراض. هتيجي ما تختارش اي واحدة من دول وخلاص. حلو. هتيجي على كلمة فوق، هتيجي على كلمة فوق اسمها تي اكس، اللي هي دي، وهتدوس عليها. وهتدوس على اخر ما فولدر
وهتنزل تحت خالص على حاجة اسمها اي ان. هتختار اي ان ده، ملف الاي ان ده هتختاره. تمام كده. تمام، هتدوس عليه خلاص. اخترنا، انا كده كده مختاره، بس انا بوريك تختار انهي واحدة بالظبط. هنختار التي ان، الاكس ان زي ما انا مختارها. تمام، وهتيجي عليها تدوس عليها دوسة كده بالكليك على كلمة خيارات، وتديله اداء عالي. يبقى احنا كده عطينا للجيم لوب ياخد اعلى اداء من الكارت. وصلت كده يا شباب؟ وتديله حفظ. خلاص. خلاص تمام. دي حاجة. الحاجة التانية، انا بلعب على هذا الوضع، واللعبة شغالة معايا بسلاسة تامة. فانت اظبط الاعدادات على هذا الوضع وجرب. ولو حاجة وقفت قدامك ابعت لي في الكومنتات وانا هرد عليك. خلاص. وبس كده يا اخواتي، ده كان شرح الاعدادات بتاع الجيم لوب زي ما انا عاملها عندي بالظبط. لان الناس كتير سألتني في اللايف انت بتلعب على اعدادات ايه، قلت هنزل فيديو. بس. واستنوا الفيديو الجاي هوريكم منظور الايباد ومنظور السينما. منظور خرافي، هبهركم بيه. خلاص. وبس، ده كان فيديو النهاردة. ما تنسوش الاشتراك، وبحبكم في الله. السلام عليكم.